بتبدأ حكاية في قرية، وأول ما الليل يليل وكل الناس يناموا بيجي واحد لابس فروة ذئب، والحراس بيجروا وراه فبيفضل يخبط على البيوت عشان يستخبى عند أي حد، وبتكون أمه داعية عليه اللي مش بيفتح له الباب لأنه بيرمي لهم كروت اللعبة. وبعد شوية أهل البيت بيتحولوا لمستذئبين وبيفضلوا ياكلوا في بعض بسبب اللعنة اللي نشرها في القرية. تليفون مين ده؟ طب مش مكمل. وبنشوف جيرم وأفراد العيلة عند الجد جيلبر لأنه كل أجازة بيحصل لمخه لاج وبينسى احفاده وعياله، فبيروحوا عشان يونسوه. وبيوزع جيروم كروت اللعبة والقوة اللي هيكتسبها كل واحد، لكنهم عيلة واطية وبيسيبوا الراجل يقعد مع حاله على كل الكراسي دي، فبيحط كل كارت مكانه عشان اللعبة مش عاجباهم. واول ما بيقفلها بتتهز هي والترابيزة وجيروم، وبيفتكروا ان ده زلزال فبيرمحوا على برا، لكنهم بيكتشفوا ان البيت اتغير من برا ومن جوا، وكارلا بنت جيروم اختفت، فبيفتكروا ان ده جزء من الاحتفال اللي عاملينه سكان قريتهم، وان كل السكان هيلبسوا هدوم العصور الوسطى. فبياخدوا بعضه وبيروحوا يدوروا على كارلا يمكن يلاقوها هناك، وبيفضلوا ينادوا على كارلا طول الطريق، ولما بيوصلوا بيلاقوا كل الناس مستغربين من شكلهم وهدومهم، وبيفضلوا ماشيين يمكن يفهموا حاجة. وهم ماشيين بتروح ماري تشتري فطيرة للبيت. عندك دفع الكتروني عشان نسيت الفلوس في البيت ولولو جعانة. اوعى يا بت بلا لولو بلا بولو، ما عنديش اكل. بطلوا شحاتة بقى مالته البلد. وبيتصدم الجد لما بيلاقي اسم عيلته مكتوب بالشكل ده، فبيسأل عن الجحش اللي عمل كده، فبتقول له باي باي انت قلت الجحش، بتغلط في العمدة، هتلاقيه في ساحة الاعدام هناك. فبيروحوا عشان يشوفوا جده هيعمل ايه، وفي الوقت ده بيكون العمدة هيعدم واحد عشان حس انه مستذئب لانه شافه بيتمشى في القرية بالليل ومش خايف. واه ده طلع مستذئب صح، فبيخافوا وبيطلعوا يجروا، وبيقول لهم جيرو ما انا شفت الدم بعيني، طب وريني كده. واه يخرب بيتك ده دمه صح. وبيكونوا لا فاهمين ولا عارفين هم من فين، فبيطب عليهم رجل غريب وعجيب، من انتم ومن اي كوكب اتيتم؟ طب معلش يا دفعة هو احنا في سنة كام؟ وبيقول لهم انهم في سنة 1497. واه انت بتقول ايه يا عم؟ واول ما تليفونها بيرن بيستغرب من الاجهزة اللي معاهم وبيفتكرهم مستذئبين، فبيجري عشان يقضي عليهم، بس بيضربوا جده وبيطيروا اخر القرية. وبعدها بيرجعوا على البيت عشان يفكروا هيعملوا ايه في المصيبة دي، وهم قاعدين حاجات بتتكسر وكراسي بتتقلب، وبيكونوا خايفين من ام القرية المسكونة اللي هم فيها دي، بس بتكون دي لارا بنتهم. فبيرش تي ودقيق عليها وبيظهر ربع ملامح وشها، ومحدش بيسمع كلامها غير جيروم، وده لان القوة اللي اكتسبها هي قراية الافكار. فبيفتكروا جنن مخه لسع زي الحج الكبير. وهوب الباب بيخبط، واول ما بيفتح بيلاقي عمدة القرية، وبيقول لهم انه شافهم في جلسة الإعدام، وبيسألهم لو هم من قرايب المستذئبين. فبتعرفوا ماري إنهم مش تبع حاجة، وكانوا ماشيين في أمان الله، لقيوا البيت ده فاضي فقالوا يريحوا شوية. فبيحس إن قريته في خطر، دول ناس غريبة إيه اللي هي لابساه ده، وإيه شعر الخواجاتي ده. وهوب بتشتغل الجنونة وبيهددهم بولدهم تيو، فبيصرحوا جيروم إنهم مغنيين ودول أفراد فرقته، فبيطلب منه يغنيله، ولو الأغنية ما عجبتهوش هيخلص عليهم. وبيغنيله جيروم حبيبي لو زعلان الوحش هناك جعان، فبيرضى عليهم وبيقول لهم يدخلوا عشان الوحوش على وصول. وقبل ما الليل يليل المنادي بيقول لأهل القرية يستخبوا ويناموا عشان الوحوش على وصول. وهناك بتكون لولو بتقرا في اللعبة، فبياخدها منها تيو وبيقدر يفسر اللي حصل لهم، وان هم ما سافروش عبر الزمن وهم دخلوا مغامرة جوا اللعبة من اول ما كانوا هيلعبوا اللعبة، والبيت اتهز بيهم، وكل واحد امتلك القوة زي اللي كانت على الكارت بتاعه. يعني جده ايده تقيلة، وجيروم ما اتجننش هو بس بيقرا الافكار، وكارلا مختفية، وتيو هو الحرامي لكن مش عارفين ايه قوته. وبيفتكر الجد الحل الوحيد عشان يكسبوا اللعبة انهم لازم يكشفوا المستذئبين ويخلصوا عليهم. وبالليل بتطلع كارلا المختفية برا عشان تشرب، فبتشوف المستذئبين، واول ما بيقربوا منها بتخاف وبتجري على البيت، وبتقول لهم ان المستذئبين كانوا هياكلوها، بس عشان هي مختفية قدرت تهرب. فبتتخلع ماري على بنتها الصغيرة لولو، وبيفضلوا ينادوا على لولو بس مش بتكون قاعدة، وفجأة بتدخل من برا بحجة انها كانت في الحمام. فبيعرفها جيروم انها ما ينفعش تطلع لانها ممكن تكون مستذئبة، فبيقول لهم جدو اوعوا كده انا هعرف اذا كانت مستذئبة ولا لا، اصل انا زمان كنت مربي ذئب كبير وثلاث جراوي صغيرة، وريني كده بصيلي كده، البت دي تمام وزي الفل. ولكن لولو ما بقتش لولو وبتتحول عليهم وبتهجم على جدو
باين كده هتعمل منه شلولو، بس بيقدر يمسكها ويكتفها. وتاني يوم بيطلعوا عشان يزوروا جد جيروم اللي كان عايش في القرية دي زمان وهو صاحب اللعبة دي. وكارلا وتيو بيروحوا يسرقوا اكل من السوق، لكن تيو بتعجبه اسورة فبيروح يسرقها، والراجل بيشوفه فبيطلع يجري وراه، وبيفضلوا يجروا في انحاء القرية لحد ما تيو بيعرف يهرب منه. وبنرجع لاخينا جيروم وبيستأذن من الحراس انه يزور المسجون الحاج شيل، لكنهم بيرفضوا. فبتتعصب الانسة ماري وبتقول لهم انهم لازم يدخلوا له، فبيشتمها الحارس وبيضربها، ولسه هتروح تردح له بيهديها جوزها جيروم وبيفكرها انهم في العصور الوسطى فعلا مش في الاحتفال. وبياخدها جيروم وبيقعدوا يفكروا هيتصرفوا ازاي. وهم قاعدين في امان الله بتاجي واحدة وبتدي الجيروم هدية، والهدية رغيف عيش اكيد مش ايفون 17، فبتطلب معاها بنكد وبتقول له انه كان خايف من الحراس عشان كده مرضيش يدافع عليها. فبيقول لها كنت اقدر اضربهم، ونفترض عملت كده القرية كلها هتعرف بالمشكلة وهيعدمونا. وفجأة بتاجي كارلا وبتقول لهم ان تيو اتورط في مشكلة، وهوب بيوصل البياع اللي تيو سرق منه الاسورة، ولسه ماري هتتشاكل معاه بيقلع الاسورة تيو وبيقول لها ايه رأيك في الحركة دي، وبيعرفها ان القوة اللي اكتسبها هي انتحال هوية الناس. فبتقول له ماري ما يكررهاش، لا تتحشر في جسم الاقرع ده وما نعرفش نرجعك يا حزين، لكنه بيفهم انها غيرانة منه عشان ما تمتلكش اي قوة. فبتاجي فكرة الجيروم وبيروحوا يسرقوا الخوذة بتاعت حارس السجن، وبينزلوا للجد، واول ما بيجيبوا له سيرة اللعبة بيصرخ وبينادي على الحارس، بس بيهدوه وبيعرفوا منه انه اتسجن هنا بسبب واحد على جسمه فروة ذئب خبط على بابه وقعد يوم، وقبل ما يمشي ساب له اللعبة دي واختفى. ومن ساعتها وهو مسجون والمستذئبين منطلقين في القرية وبيترجاهم يطلعوه من هنا لانهم بيعذبوه. وبعد شوية بيكونوا في البيت، فبيعرفهم الجد انهم لازم يقتلوا 3 مستذئبين عشان يقدروا يرجعوا لزمنهم. ولسه هيقوم جيروم عشان يتجسس على افكار اهل القرية، بيسمع مراته وهي بتتكلم عن اللي بتحبه. ايه ده بتخونيني يا هبة؟ بس بتكون بتلعبه عشان هو الصياد وبيتجسس على افكار الناس. وفجأة بيلاقوا واحد بيتجسس عليهم فبيكتفوه قبل ما يفضحهم في القرية، وبيكون سمع ان عندهم قدرات فبيخافوا بيفتكرهم عفاريت ومشعوذين، وبيقول لهم انه فنان واسمه بيرو، لكني ما كنتش بتجسس عليكم، انا كنت جاي اسرق. فبيحاول جيروم يقرا افكاره، مش رايقه معاك وليه؟ مالك هتخفيني ولا ايه؟ وبيطمنوا له وبتجيب له كارلا ميه عشان الراجل مرعوب. واه ايه شغل العفاريت ده يا جدعان؟ الميه وصلت قبل كارلا. فبيقول له جيروم ما تخافش دي بنت كارلا مختفيه. فبياخدهم على البيت عشان يساعد كارلا تظهر، وبيقول لهم ان دي ماده مطاطيه، يعني كارلا لو غطت نفسها بالماده دي هتظهر وكل الناس هيشوفوها عادي، وفي اي وقت تقدر تخلع الماده وتختفي بكل سهوله. وبيحاول يوصل لدرجه لون بشره كارلا. يا عم وريني بطل نتانه، قلب كده، اي هو ده. وفعلا بتنزل الماده وبتظهر، فبيديها عينين وبيشغلها لها وبيلبسها العقد ده عشان يسمعوا صوتها، وتجربتهم بتنجح وفل الفل. وبعدها بيروحوا على القرية، وساعتها بيسمعوا المنادي ان العمدة مسك المستذئب، وفعلا بيروحوا لساحة الاعدام، وبيقولوا العمدة معلش الراجل اللي اتعدم كان غلبان، ودي كانت غلطة مش مقصودة، لكن المرة دي متأكد ان البنت دي هي الوحش المستذئب، وده عشان عندها 17 سنة ومش متجوزة، يبقى ايه اكيد وحش. فبيقول لهم الحارس يعدموها بسرعة عشان الشمس بتغرب، ولسه هيقتلها الفاس بيطير من ايده، وبيطلع الوحش اللي جواها وبتتحول لمستذئبة، والقرية كلها بتخاف وبتطلع ترمح، بس بيضربها العمدة بالسهم، وساعتها بيقدر ياخد الجد اول كارت من المستذئب، وبيروح لعيلته وبيكونوا فرحانين. وهوب بتتحول لولو لمستذئبة وبتنتشر في انحاء القرية، فبيروحوا كلهم يدوروا عليها، واول ما بيشوفها العمدة بيجري عشان يخلص عليها، بس بيعرف يطبها الجد في شوالة وبياخدها وبيمشوا. فبيروح تيو يقول لباقي العيلة ان لولو اخدها الجد، بس بتكون كارلا مش موجودة، فبيسيبهم جيروم يروحوا وبيروح يدور على بنته. وفجأة بيلاقي 2 مستذئبين، وبتظهر له بنته وبتقول له يرجع البيت، وهي بتحاول تقرب من المستذئبين عشان تشتتهم وتعرف هم من مين. وهو وماشي المستذئب في القرية رجله بتتشلبك في حديدة زي بتاعة القط والفار، وبيكون
هيقتلوا الحارس، لكن بيجي واحد متخفي وبيدافع على المستذئب وبيفك له رجله. وفي هذا الوقت المثير افراد العيلة بيحطوا اول كارت للمستذئب واللعبة بتنور وبيكون فاضل كده كارتين. وبتقول لهم كارلا انها لما جربت من المستذئبين عرفت علامات لشخصياتهم الحقيقية. وتاني يوم بيصحوا يدوروا على اول مستذئبة، وهي واحدة عجوزة وايديها مبرصة شوية، وتاني راجل بكرش وماشي بيعرض، وبيمشوا يشمشموا في الناس لحد ما العمدة بيشوف جيروم. خد يا عم الموسيقار، انت بتعاكس ستات القرية ولا ايه؟ ابدا، انا بس بجري على لقمة عيشي. فبيعزم عليه ياكل من عيش الحبيبة، لكنه بيخاف جيروم وبيعتذر له هو والحبيبة عشان الضيط. وهناك ماري بتشك في واحدة عشان على هدومها دم، فبتروح تقول لها اثبتي مكانك، انا عندي قوة خارقة ولو اتحركت هخفيكي. وبتسألها على الدم اللي في الهدوم. اصلا انا جوزي بيضربني. وهوب الشجاعة بتاخدها وبتروح لجوزها وبتسأله ليه بيضرب مراته. اصلها مرة تجيب لي الاكل سخن، مرة بارد، مرة تطلب مني استحمى. انا استحمى؟ وفعلا بتعترف انها بتتمادى في الافعال الدنيئة دي. فبتعرفوا ماري ان في مليون طريقة غير الضرب. اجلدها؟ لا. اغرقها؟ لا. طب يحرق جلدي؟ لا. لازم تصاحبها، تشغل لها مزيكا، تكلمها بكل هدوء. اقول لك على حاجة، اتطلقي. وش تقولين انت؟ طلاق؟ ما عندنا طلاق احنا. ما اقصدش، انا بهزر. ولو فكر يضربك تاني كلميني على طول. امرأة تجيد الكتابة دي وقعت ابوها مربربة. ثواني يا شباب، انتوا فهمتوا الموضوع غلط. لا دي ساحرة وبتعرف تكتب. يخافون من كونك مثقفة. وبياخدوها على السيف. فبيروح لها الحارس وبيقول لها ان جوزها جيروم عاوز يزورها قبل ما يعدموها، وبتقول له يسيبوها ويكملوا اللعبة عشان يهرب بالاولاد قبل ما يتحشروا في القرية الزفت دي. فبيعمل نفسه بهاء سلطان وبيقول لها انا من غيرك في توهان، ولا يبقى لي لا زمان ولا مكان. وبيسيبها وبيرجع البيت عشان يفكروا هيعملوا ايه. فبيجيب لهم الجد الكارت التاني وبيقرروا ينقذوها عشان فاضل لهم كارت ويخلصوا. وبيتسحب جيروم وبيروح للسيد بيرو وبيطلب منه يساعده في المشكلة دي. وتاني يوم بنشوف القرية كلها في ساحة الإعدام عشان هيخلصوا على ماري والجد شيل بحكم السحر والشعوذة. فبتقول ماري كلماتها الأخيرة وبتنصح كل الستات وإن مفيش فرق بينها وبين الراجل، ولازم ما تسكتش وتطالب بالمساواة والعدالة. فبيسكتوها قبل ما تنشر قلة الأدب والسفالة. ولسه هيتم الحكم بيوصل جيرو وبيطلب من العمدة يسمع مراته آخر أغنية قبل ما تموت. فبيوافق العمدة، وأول ما بيغني جيرو العمدة وكل الناس بيندمجوا معاه. فبيستغلوا افراد الاسره هذا الموقف وبتفك كارلا المخفيه امها والجد شيل، وهم بيرمحوا مع تيو وهو بيرمي العود وبيطلع يرمح مع حاله. فبيأمر العمده الجنود يضربوهم بالاسهم ومحدش بيتصاب غير البركه شيلدري احسن عشان اسمك المنيل ب60 نيله ده. فبتروح ماري تنقذه وبتشيل السهم كده هينزف اكتر، فبتحط السهم مكانه. يخرب بيتك هتموتيني. وبيكون جيروم وبيرو مستنيين العيله، فبيواسي بيرو ان لو مراته ما رجعتش لازم يتكيف مع الوضع. يا خساره الزفته رجعت، باين كده الراجل ده مش مظبوط. وبيلاقي جيروم شل بيتألم فبيشله السهم. لسه بتتألم؟ حط السهم تاني. يخرب بيتك يا غبي يا غبي، ابعد ما تلمسنيش. فبيقول لهم بيرو ان العمده هيدور عليهم في البلد كلها ولازم يستخبوا في الكنيسه لان بيرو عامل فيها نفق سري. وبيقول لهم بيرو الشفره بتاعت النفق وهي 316. جدكم العجوز ده مش هينفع معايا، حد يرجع ياخده. واول ما بيوصلوا للكنيسة بيلبسوا لولو السماعة عشان ما تتحولش عليهم. ولما بيكتبوا الشفرة بيسمعوا صوت غريب وبيكون ده المستذئب. فبيجهز الجد واحفاده عشان يقتلوه ويخلصوا اللعبة، لكنهم بيتضربوا بكل سهولة. وهوب بيوصل العمدة وبيتأسف لهم لان المستذئب لو مات هو كمان هيموت. وبيفتكر المواصفات اللي قالتها كارلا وهي نفسها الحبيبة اللي كانت مع العمدة، والعمدة هو الراجل المتخفي اللي انقذ المستذئب. فبيرميه بالسهم لكن بينقذوا الحج وبيرمي السهم بعيد، هو بعيد عني وعنك. هوب بيوصل للجد شيل. يخرب بيتك انت تاني، هو مفيش غيرك في القرية ولا ايه؟ وبنرجع للعيلة وهم بيتضربوا، وفجأة التليفون بيفصل وبتشوف لولو اللي بيحصل. وهوب لولو بتتحول لمستذئب وبتكون هتهجم على عيلتها. فبيفضلوا يغنوا لها الاغنية اللي بتحبها، فبتغير رأيها وبتهجم على المستذئب
وبتضرب المستذئب والعمدة، لكن المستذئب بتضربها وبتموت لولو وبيظهر الكارت في ايديها، فبيزعل جيروم عليها، وفجأة بتترفع ماري في الهواء وبتطلع الوحش اللي جواها، وبنعرف انها كانت الساحرة وقوتها ظهرت في الوقت المناسب، وبتقدر تسيطر على المستذئب وتموته وترجع بنتها من الموت. وفعلا بتصحى لولو وبتظهر كارلا، وكل واحد بيرجع له الكارت بتاعه، وبعدها بيروحوا يودعوا بيرو والجد شيل وبيعزمهم يقضوا الويك اند هنا. ده انت لو قاعد في مراسي مش هتقول كده. وبيرو بيشكر جيروم عشان شجعه على اختراعاته، وانه هيرجع يرسم زي الاول ولكن باسمه الحقيقي وهو ليوناردو دافنشي. فبيقول لجده اشتري كل لوحاته. يا عم لوحات مين؟ ده بيشخبط ويقول لك فن. يا اخي ما تبقى جد غتي تشتري منسوكات. وبيقول له شيل انه بيحب عيلته جدا بالاخص جيروم. بقول انا انت مش مظبوط من البدايه. وساعتها العيله بيحطوا اخر كارت وبيقفلوا اللعبه وبيلفوا الدايره، وفجاه بيصحى جيروم على واحد بيساله فشلتنا يا رجل، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ فبيقول لمراته ايه ده، احنا اتحشرنا في القريه دي ولا ايه؟ وفجاه تليفون الحارس بيرن، وبيكون هو ده احتفال العصور الوسطى اللي عاملينه اهل القريه، وبيكون هو ده زمانهم ودي قريتهم وده الاحتفال اللي عاملينه اهل قريتهم. وبيقول لهم الحارس ان اللي باع لهم الهدوم دي نصب عليهم، وبيكونوا مبسوطين انهم رجعوا لحياتهم، والجد بترجع له حاله النسيان تاني، فبيدي جميع كتاباته لابنه، وبيكون كاتب لجيروم انه مبسوط لانهم مع بعض، وعشان كده هيكتب كل حاجه هيفتكرها خلال الرحله، لان اكيد في يوم هيرجع ينسى تاني، وبيطلب منه يحكيها بنفسه. وبعدها بنشوفهم في المتحف وبيكونوا مبهورين بلوحه الموناليزا لكنها متحوله للسيد جيروم. وبس بينتهي الفيلم وكل الابطال بامن وسلام. كده الفيلم يكون خلص. مستني رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو عاوزنا اكمل بنفس الاداء ده يا ريت تعرفني في الكومنتات. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.